لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا. اتفاق نهائي مع اللاعب آدم النفاتي من أجل تجديد عقده رفقة الفريق الأخضر لموسمين إضافيين، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى الحفاظ على استقراره الفني وتعزيز التماسك داخل المجموعة، استعدادا للموسم الكروي المقبل. وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد فور عودة رئيس النادي عبد الله بيروين. ويرتقب أن يعلن النادي عن هذا التمديد بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، في إطار حزمة من التحركات التي تقوم بها الإدارة لتأمين استمرارية اللاعبين الأساسيين داخل الفريق. ويعد تجديد عقد النفاتي ثمرة للمجهودات المتواصلة التي يبذلها بيروين، الذي يسعى جاهدا إلى إعادة بناء مشروع رياضي متكامل يقوم على الاستقرار والتخطيط المحكم وتوفير الظروف الملائمة للطاقم التقني واللاعبين. كما يعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في مواصلة العمل المشترك، بعد أن أبان النفاتي عن إمكانيات تقنية وبدنية مميزة خلال الموسم المنقضي، جعلته من بين الأسماء التي يعول عليها الطاقم الفني. ويأتي هذا التمديد في سياق التحضيرات المبكرة التي يباشرها نادي الرجاء، والتي تشمل تعزيز صفوف الفريق بتعاقدات جديدة، إلى جانب الحفاظ على العناصر الأساسية في أفق المنافسة بقوة على جميع الواجهات خلال الموسم الرياضي المقبل. يباشر نادي الرجاء الرياضي البيضاوي خطواته الأولى من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري رياض بن عياد، وذلك بعد نهاية عقد هذا الأخير مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة من داخل القلعة الخضراء أن إدارة الرجاء بقيادة الرئيس عبد الله بيرواي قد وجهت عرضا رسميا إلى اللاعب الجزائري عبر وكيله من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة ترمي إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق استعدادا للاستحقاقات القادمة. وينتظر أن يحسم رياض بن عياد موقفه من العرض الرجاوي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأمل الطاقم التقني بقيادة المدرب التونسي لسعد الشابي أن تكلل هذه الصفقة بالنجاح، وأن بن عياد يعتبر من المهاجمين الذين يتمتعون بخبرة وتجربة كبيرة في الملاعب المغاربية، إلى جانب تميزه بالقدرة على التسجيل وصناعة الفرص، وهي نقاط يرى الطاقم أنها ستفيد الرجاء كثيرا في مشواره المقبل. ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة الرجاء الرامية إلى ترميم الصفوف وتوفير مجموعة متكاملة قادرة على التنافس بقوة، خاصة بعد نهاية الموسم الماضي الذي لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير الرجاوية، والتي تنتظر تعاقدات وازنة تليق باسم وقيمة النادي. يستعد نادي الرجاء الرياضي لاستعادة خدمات مهاجمه البوليفي فيكتور أبريغو بعد نهاية فترة إعارته الناجحة في الدوري البوليفي، حيث قدم مستويات جيدة ولفت الأنظار بأدائه اللافت مع فريقه هناك. وأكد مصدر موثوق من داخل النادي الأخضر أن عودة أبريغو إلى صفوف الرجاء البيضاوي مبرمجة بشكل رسمي لنهاية الشهر الجاري، على أن يلتحق مباشرة بتدريب الفريق الأول ضمن استعدادات النادي لانطلاق الموسم الكروي الجديد. ويعول الطاقم التقني للفريق بقيادة المدرب التونسي لسعد جردة الشابي على أبريغو لتعزيز الخط الهجومي، خاصة في ظل الحاجة إلى لاعبين جاهزين وذوي تجربة قادرين على تقديم الإضافة منذ بداية الموسم. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية إدارة الرجاء الرامية إلى تقوية التركيبة البشرية للفريق، مع استغلال العائدين من الإعارة ممن أثبتوا جدارتهم خارج أسوار النادي. وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور أبريغو كان قد انضم للرجاء في وقت سابق، قبل أن تتم إعارته لاكتساب مزيد من التنافسية ودقائق اللعب، وهو ما تحقق بشكل إيجابي، ما يجعل عودته إلى الفريق الأخضر إضافة مهمة في مشروع النادي للموسم المقبل.